مش كل اللي بيتشاف بيتفهم، ومش كل اللي في إيدك بيبقى مجرد حاجة عادية. في حجر صغير اتكون في صمت جوه الأرض وتحت ضغط وحرارة وزمن طويل، بس لما طلع للنور الناس لبسته عشان الحماية، وناس خافت منه، وناس قالت عليه سر من أسرار الكون. النهاردة مش بنتكلم عن حجر، تعال اما احكي لك الحكاية. العقيق هو نوع من الأحجار الكريمة، بيتكون من طبقات من معادن وبيظهر بألوان مختلفة. كل طبقة فيه بتحكي جزء من رحلته جوه الأرض. اتكون من ملايين السنين من بقايا الحمم البركانية اللي بردت بهدوء، ورسمت جواه خطوط كأنها ذكريات متخزنة في حجر. العقيق مش لون واحد، ده عالم كامل. في الأحمر القوة والحضور، والأسود الغموض والهيبة، والأبيض الهدوء والنقاء، والأخضر راحة وتوازن، والأزرق نادر وهادي، والمتخطط كأنه لوحة مرسومة. وكل لون مش صدفة، ده نتيجة معادن دخلت في تكوينه على مدار سنين طويلة. العقيق موجود في أماكن كتير في العالم، لكن أشهرهم اليمن ومن أشهر وأغلى الأنواع، وفي الهند والبرازيل، ومصر كمان فيها أنواع منه. وكان بيتنقل زمان مع التجار ويتحول من حجر عادي لقطعة غالية مليانة معنى. العقيق معروف من آلاف السنين، استخدموه القدماء المصريين في الحلي، والرومان نقشوا عليه رموزهم، وفي الحضارة الإسلامية كان بيتلبس كخواتم. كانوا مؤمنين إنه بيحمي وبيطرد الحسد وبيجلب الطمأنينة. مش كل العقيق زي بعضه، في أنواع نادرة جدا تخلي الحجر يتحول لتحفة. العقيق الشجري جواه رسومات شبه فروع الشجر، كأن الطبيعة رسمت لوحة جوه حجر. العقيق المصور وده أغلى نوع تقريبا، عشان جواه مناظر كاملة، جبال وصحراء وأشكال طبيعية. والمفاجأة، مفيش حجر شبه التاني، كل واحد نسخة واحدة في العالم. الرسومات دي اترسمت نتيجة سوائل مليانة معادن دخلت جوه الصخور، ومع الوقت حصل ترسيب وتحريك وتجميع لحد ما اتكونت أشكال ممكن تشوفها شجرة أو منظر طبيعي أو حتى شكل غامض. الرسمة دي اترسمت لوحدها على مدار ملايين السنين. علمياً مفيش دليل إنه بيعالج أو بيأثر جسدياً، لكن نفسياً ناس كتير بتحس إنه بيهدي الأعصاب وبيدي إحساس بالأمان وبيقلل التوتر، وده غالباً راجع للإحساس مش الحجر نفسه. ناس كتير ربطوه بالسحر، قالوا بيحمي وبيجلب الحظ وفيه طاقة وممكن يدخل في طقوس، بس الحقيقة مفيش دليل علمي على الكلام ده. في منه الأصلي وفي منه المزيف. الأصلي بيبقى ألوانه هادية ومتدرجة، رسوماته عشوائية، تقيل وقوي وبارد. أما المزيف فألوانه فاقعة بزيادة، ورسوماته متكررة ومتبالغ فيها، ومعتم أو بلاستيك، وخفيف وسخن وممكن كمان يتخدش بسهولة. الغريب في حجر العقيق إن ما كانش جميل من بداية، ده اتضغط واتكسر واتعرض لحرارة، وفضل يتغير سنين طويلة لحد ما بقى بالشكل اللي يخطف العين. ويمكن ده اللي شبهنا فيه، إحنا كمان مش بنتخلق كاملين ولا هاديين ولا مفهومين. إحنا بنتكون من مواقف ومن تعب ومن حاجات عدت علينا وسابت جوانا أثر. ويمكن كل خط فينا مش عيب، يمكن ده اللي بيخلينا مميزين. فلو حسيت في يوم إنك اتغيرت، افتكر إن حتى الحجر احتاج يتكسر شوية عشان يبقى جميل. ولو عجبتك الحكاية وقلبك حس إن لسه عايز يعرف أكتر، اكتب لي احكي يا نونا، وإحنا هنكمل سوا باقي حكايات العقيق اللي لسه فيها أسرار ما اتقالتش.